برأني الباقي من الأمراض وكف من أنكر باعتراضي برأني الباقي من الأمراض وكف من أنكر باعتراضي له شكوري على حياتي عبدا خديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين شركوا من عزمه وللجنان قربوا خص حياة لا ترى لغيري معجزة بانت بحسن خيري يجود للجواد بالجهاد وسول لي يكون ذا القياد آياني الباقي بلا إماتة ولا تنازع ولا شماتة آتاني الباقي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من تعصم عني جزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المشفع عليه تسليماه نفع الأنفعين دعا خلافي إلى شكور من سخر للخلق بغائز من ربي مالكي خليلي والحبيب وقد مها عني داعي الكبير برأني من كل عيب ومرض وقال للصحة في كل قرض بريت من غيوب نفسي الالتجاء إلى الذي أبوابه لم تلتجا هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد مني السلام والسلام له بآله وأفضل سلام رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير الصلوات الأعلى زلت له أبكار أمدار لدى من جهلوا شني وصف الخلدا قلبي صفى بكون ربي خلي بي ولي جعل كسرا كلي وجه لي حلاوة الدارين وفيهما جعلني دارين نفعني بما بدا وما اختفى وكونه لي بمناي ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول وحزبه وحس منه خير رسول إذ ابتداء من به باقي دفع أذن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتي المنى والحكم يقول للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت به لبس علم أهلا برأني العليم من ضلالي فسرت مقسطا بلا إخلال مع الحكيم معتاد من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت
تسليم باق لا يزال أكرما على الذي لي يودي كرما أبقى سلامي الذي لي قادا بدل شيء بالرضا فانقادا هدية مني إلى خير الورى صلى عليه من هدى وصورا مد يدي لخير من قاد المنى لي بلا أجل وكل أمنا أظنه في سفري وحضري بما يخالف الرضا والمدري لله في الدارين بالمال يدي بأكبر الرضوان ذا تقيدي لقادة المدى ربي كلما ولبله ما رضا مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا مناء وزن أو كبدي من ظن أنه يكون أبدا بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه بأني القديم بما ولا مثلي كل قديم فرحه صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه نعم الذي ضيقني من الغدا عليه تسليما مبيد من غدا بكل من ضيقني من قبل ولم يطب اليا وأخرى قبل هداني الهادي
جاءني بكون كل حرف كتبته لي بأجل سرفي مثل كريم جاد في شوال بموجل العلوم والأموال لقال يوم الأربعاء الأكرم ما دونه الكرم والتكرم واجه لي من جل عن مثالي بما به أحيط عن أمثالي إلي قاد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم ناجاني الواحد عند الجاهلين بأنني سرت سرور العابدين ناجاني الآب عند المشركين بما غداه وطاء الملكين الله جل الله الصمد الذي بدا مولاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج شيء من هداه ولم يلم له خطابي ويريد من جحد لي ولم يكن له كفوا احد هدي لوجهك الكريم وبامتدائه أتى من سنا للمصطفى وجهت أبكار
قديم
جميع الكون وكان لي بالله خير كوني محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كوني محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كوني محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كوني موت اللقاني بربي وبالنبي عليه سلام بهادي المجنبين موت اللقاني بربي وبالنبي عليه سلام بربي وبالنبي عليه سلام يا هادي المجنبين حبيب رسول الله إلى الله قائد بتفسير آيات كتاب المقربين مرامي آيات من الله أنزلت على خير مخلوق أديب المؤدبين ما كل سوء قد نهانا سهاه من أتاه أمين صادق لم يستبسبين رمى المنتقى لله بالله وحده بنصر وعادات وعلم المعذبين أدل من الهادي على هداية لعبد وغفران أمل كل مسلم لغير الورى جود رجاء فلا بقاء بتكبير من يؤذي بكل أنك سبيل محمدنا المختار ولا دار كوننا له ملتمى لله بمول التقرب عليه صلاة الماء سلام بآله وعذابه آله هلا والتحبب زور رسول الله بعد السرور لجل ثاني لهم بداية بعد المجال عند الصبايا وفي المساء صلاة سيدنا بملء سيدنا تقريبانا ما بزايد عليه صلى رب الأجل ففاق كل بالأنبياء عليه صلى فلم رفاق ولا يرى بالأنبياء عليه
نيل ونال وتعناهم رضا السمير على الجميع يوم القصور يوم النداء كل الزجاج لو دماء لو دماء وطرفاء نعم القمات نعم الأمات عند الأمات بلا جمال بما فوت وما جفوت بهم نفيت سويت راي تدعو لخير أبداه بوصل خير ما ابتلاي فولت أمري للمبتغون مع البال بلا جلال إني أقول ولا يميل لمن يصول ما جلال يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صل وسلم على المتكلم ودور ياسر وسلم على الرسول باب الوصول لنيل سول أمر عائم صل دواما وزر سلاما واذكر خلاما لوجنا يا ذا الإرادة يا ذا العبادة خلي سعادة لبيتنا سفر دماء بلا جفاء خير أسى خير مدائم يا ذا الوجود كل بجود وجه وجود فوق الأدائم حبيب دادا وبالغلال خليل
قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني. بالعالمين الرحمن الرحيم